السلام عليكم وتحية طيبة للجميع ولكل متتبعي القناة، ونتمنى يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. والله يحفظ بلدنا المغرب والشعب المغرب، والله يكون مع إخواننا المتضررين من الفيضانات وتكون آخر المحن بإذن الله. الفيديو اليوم هو على مدينة القصر الكبير اللي كانت من أكثر المدن المتضررة من الفيضانات اللي عرفها المغرب هذه الأيام. فشنو القصة ديال هذه المدينة؟ القلعة الجديدة، قصر كتامة، قصر عبد الكريم، كلها أسماء تسمت بها مدينة القصر الكبير، مدينة معركة الملوك الثلاثة أو معركة وادي المخازن اللي انتصر فيها المغرب في عهد السعديين على البرتغاليين، وكان هذا الشيء سنة 1578 واللي كانت عندها نتائج كبيرة على المغرب. هاد المدينة اللي كانت قاعدة بلاد الهبط وشكلت مركز المقاومة والجهاد ضد الغزو البرتغالي للسواحل المغربية في القرنين 15 و 16 ميلادي. مدينة القصر الكبير اللي الموقع ديالها جا شمال المغرب على الضفة اليمنى لنهر اللوكوس على ارتفاع كتقدر بين 14 و 20 متر عن سطح البحر، واللي هو ارتفاع ضعيف بزاف بحكم أنها منطقة سهلية من أخصب السهول بالمغرب. وفي عهد الرومان أسسوا في نفس الموقع اللي فيه المدينة حاليا مستعمرة كان الاسم ديالها أبيدوم نوفوم أو القلعة الجديدة باللغة العربية. هاد القلعة الجديدة اختفت تماما تحت طبقات سميكة من الرواسب الناتجة عن فيضانات نهر اللوكوس القريب منها بزاف. وفي المرحلة الإسلامية تم تشييد مدينة القصر الكبير على أنقاض هاد المدينة اللي بدورها ما نجاتش من الفيضانات. وفي القرن 18 قرر سكانها تغيير مجرى الواد اللي كان كيمر بجوار سور القصر وكيفيض احيانا حتى كيدخل الماء من باب المدينة وكيجر معاه المنازل والمساكن الى مجرى جديد كيتسمى بالواد جديد اللي كيبعد على المدينة بحوالي 400 متر. المؤرخين كيرجحوا اختفاء مدينة إبيدوم نوفوم لجوج ديال الأسباب. أولها تعاقب رواسب وادي اللوكوس على الموقع، والسبب الثاني هو مرتبط بتجديد مدينة القصر الكبير والتوسعة ديالها في عهد الموحدين اللي قاموا بإزالة الأبنية المتبقية من المدينة القديمة الرومانية وتدميرها بعد ما كانت ظاهرة على سطح الأرض إلى حدود القرن 11 ميلادي. وفي بداية القرن العشرين وخاصة ما بين 1936 و 1951 عرفت المنطقة 12 فيضان، بحيث كانت هذه الفيضانات كتغمر المصب الساحلي ومدينة القصر الكبير. غادي تعرف المنطقة فيضانات كبيرة في سنة 1963 و 1969 و 1970 و 1977. هادشي اللي خلى السلطات تتحرك وتبني سد واد المخازن سنة 1979. وبالرغم من تشييده لهذا السد إلا أن الفيضانات غادي ترجع مرة أخرى لمدينة القصر الكبير سنة 2001 2008 و2010 2013 و2014، وهذا الشيء اللي كان كيتسبب في خسائر زراعية كبيرة. وفي الأخير كنقولوا لا قوة أمام قوة الله سبحانه وتعالى، والله يخفف ما نزال والله يحفظ بلادنا ويجعلها بلد آمن إن شاء الله، وكل شيء غادي يفوت ويتعوض بإذن الله، ونتفائلوا خير بالمستقبل. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.